السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال ديالكم. اليوم بغيت نشارك معكم 5 ديال الشكيلات من الصابلي اللي كيجيو زوينين وكيجيو بنكهات اللي مختلفه. غير من عجينه وحده غادي نديرو 5 ديال الشكيلات اللي كل نكهه ما كتشبه اختها. راه كيجي زوين، كيجي فتي. بالنسبه للعجينه فانا راني شاركتها معكم في الفيديو السابق. هنايا ندوزو للطريقه ديال التحضير. بالنسبه ليا فانا قسمته على 5. هنايا الشكل الاول فنكهتو في الاول نكهت بالناطه، انا ما شاركتش معكم. لكن هذا الثاني نكهتو ببودره ديال اللوز كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. من بعد كنجمعوه، كنخليوه شويه مرخوف، يعني باش هكذا فاش كندخلو داك البودره ديال اللوز او الكاكاو او اي نكهه فراه كيكون يعني مزيان. بالنسبه ليا في النكهه الثالثه فرد درت لها الفلون ديال الكراميل، راه كيعطي واحد النكهه اللي زوينه بزاف. غير جربوها راه ما غتندموش عليها نهائيا. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا فالاولى نكهناها بالنطاط، الثانيه نكهناها بودره ديال اللوز، والنكهه الثالثه فنكهناها بالكراميل كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. في النكهه الرابعه فراني درت ليها الكاكاو، غنديروها هنايا بذوق الشوكولاته. صافي خديت هنايا الساشيه ديال الكاكاو ديال ايديال ودرتها. كيف ما كنقول لكم يعني من الاحسن انكم ديروا نوعيه اللي تكون مزيانه. ايديال راها مزيانه، بغيتي ديري شي نوعيه اللي تكون احسن من ايديال فكنصحك باقبال، راها كتكون زوينه بزاف. بالنسبه للنكهه الخامسه فانا درتها بالبودره ديال النوازيت، اللي خديت شويه ديال النوازيت وحمرته وطحنته. راه تقطع ليا المقطع كيف ما كتلاحظوا معايا. فهنايا بالنسبه للنكهه ديال الشوكولا فغادي نديرها انايا هكذا، غادي نديرها طواور يعني بشي مرشم اللي يكون عندكم مدور. صافي غادي نديرو الكميه الاولى اللي عندنا، كنبقاو هكذا حتى كنساليو الكميه كلها. بالنسبه ليا فغادي ندير وحده على وحده. خديت هنايا هذاك البوق اللي كنزينو به الحلويات ديالنا، وكنت خليت نص خليته هكاك سامبل، والنص الثاني فانا درت ليه تقبتو بداك البوق كيف ما كتلاحظوا، ودرتهم في الصينيه اللي غادي نطيب عليها. بالنسبه ليا فهذا الشكل الثاني اللي منكه بالكراميل فخديته ودرتو هكا شكل بودان. بالنسبه لهذا الشكل راه كنظن كلشي كيعرفو، راه كيجي بنين، يعني راه كلشي كيبغيه. صافي من بعد فغادي نقطعو هنايا بالموس. يعني انا بالنسبه ليا فدرت غير عيني ميزاني، بغيتي تعبري يمكن لك تعبري، درت عيني ميزاني في الاخر يعني راه جاو بحال بحال. صافي من بعد الشكل الثالث كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا فغادي كنطلقوه هكذا ما بين بلاستيكات او بين هكذا ورق الطبخ، يعني كيبقى لك الاختيار، لانه كيساعد. يعني من الاحسن اننا ما نرشوش الدقيق نهائيا على الصابلي ديالنا باش ما كيجيش ينشف لنا. فلهذا كنطلقوه غير ما بين بلاستيك او كنطلقوه على ورق الطبخ. صافي هنايا بالنسبه للشكل هذا الشكل فانا ديال بودره ديال اللوز، عفوا هذا البودره ديال النوازيت، فانا خديته درتو على بهذا المرشم. فهذا بالنسبه ليا فانا من بعد راه عنده السيليكون ديالو اللي غادي نديرو عليه الشوكولا ديالنا كيف ما كتلاحظوا معايا. فصافي كيف ما كتشوفوا راه كنطلقوه رقيق، فملي كيكون دايرين بلاستيك او ورق ديال الطبخ فما كيعذبناش نهائيا اننا نهزوه. بالنسبه لهذا الشكل فدرت هذا بالبودره ديال اللوز. صافي درتو على شكل مربعات كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. صافي غادي نسالي كلشي وغادي نبدا كنهزهم ونحطهم في الصينيه ديالي. بالنسبه للشكل البيضاوي فراه تقطع لي المقطع ديالو، يعني التزيين راه باقي لي لكن تقطع المقطع ديالو يعني فاش طلقت العجين ديالي. بالنسبه ليه فهذاك هذاك القسم اللي كنت منكاه بالناطه هو اللي درته على شكل بيضاوي. صافي هنا غادي ندوزو نشارك معكم التعليكه اللي كتجي خطيره، غير جربوها واعتمدوها عندكم. هنايا خديت كاس ديال العسل كنحطوه، يعني بالنسبه لي انا هاد العسل راه منزلي. سبق لي شاركت معكم العسل. خديت هنايا معلقه ديال الجليكوز، من بعد غادي ناخذ حتى معلقه ديال الناباج، يعني معلقه صغيره ما كتكونش معلقه كبيره، فراه كتكون هاد التعليكه خطيره. صافي من بعد كيف قلت لكم راه معلقه ديال الناباج، يعني معلقه اللي راه متوسطه، هاد المعلقه راه ما كبيراش.
صافي هنايا من بعد غادي نشعلو عليهم البوطة، كيبدا يغلي لنا داك الخليط ديال العسل، عاد كنزيدو 30 قطعة من الشوكولا البيضاء. يعني كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا بغيتي ديري نصف الكميه فيمكن لك انك ديري نصف الكميه. هذه راه كميه كبيره، راه كتخدم بزاف ديال لي صابلي. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا فكندير ديك الشوكولا وكنخليها حتى كتذوب، كتبقى كتذوب غير بالسخونيه ديال العسل. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا صافي راه دابت لي ديك الشوكولا، كتشوفوا معايا التعليكه كيفاش دايره، يعني راه كتكون معلكه. صافي بالنسبه لهاد التعليكه فراه يمكن لك انك ديري ليها بزاف ديال النكهات، فانا هنا اكتفيت انني ناخذ واحد الكميه منها. صافي وغادي نزيد عليها النكهه ديال البيستاج. كيف ما كتلاحظوا صافي هنا خديت واحد شويه من النكهه ديال البيستاج وغادي نبدا كنخلطها. يعني يمكن لك انك ديري بالنكهه ديال الحامض، انك ديريها بذوق القهوه او الشوكولا او الكراميل، يعني كيبقى لك الاختيار. يعني هاد الاساس ديال التعليكه هي هذه. بالنسبه للنكهات فراه نتيا والنكهه اللي كتفضلي راك غديري بها، او النكهه اللي دايره في الصابلي ديالك راه غادي ديري بها كذلك. صافي بالنسبه لي انا هذه اللي زدت عليها النكهه ديال البيستاج غادي نديرها في، غادي نشد بها الصابلي ديال الكاكاو، يعني بذوق الشوكولا، لان ذوق البيستاج مع ذوق الشوكولا راه كيتواتاو مع بعضياتهم وراه كيجيو زوينين في المذاق، غير جربوه. صافي هنايا غادي نعمر الصابلي ديالي بداك التعليكه كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي نزيد الفوقي ديالو اللي راني تقباه كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي من بعد غادي ناخذ هادوك هادو حبيبات الشوكولا اللي كيكونوا بالالوان، فراه هذيك عباره غير 5 دراهم كيتباعوا عند بائعين مستلزمات الحلويات. فغادي نديرها هنايا في الوسط، يعني راه كتعطي واحد المنظر اللي زوين كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. صافي غادي نبقى هكذا حتى كنسالي الكميه ديالي كلها، يعني غادي نسالي هاد الكميه من بعد غادي ندوزو للصابلي الثاني. كيف ما كتلاحظوا هنايا صافي هنايا دزنا الصابلي الثاني كيف قلت لكم. غندوب الشوكولا السوداء، زدت عليها هنايا شويه زيت النباتيه وكنحركوها، عاد غادي نديروها في داك المولات ديالنا. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كنبقى هكذا كنحركها. من بعد غادي ندير هكذا معلقه اللي كتكون بغينا نديرو هكا معلقه كبيره او هكذا 2 معالق هكا صغارين اللي ما عامرينش، يعني كل مول شحال كيهز ديال الشوكولا، كاين اللي كيكونوا صغارين، كاين اللي كيكونوا غارقين، كاين اللي لا. صافي من بعد ما عمرتهم كاملين فغادي نضربوها هكذا شويه على سطح العمل باش هذيك الشوكولا كلها كتقاد لنا. غادي ندخلوها للمجمد، من بعد غادي ندوز لهذا الشكل الثالث هو غادي نستعمل السيليكون. غادي هذا نديرو سبق لي شاركته معكم لكن بطريقه اخرى. هنايا شوكولا بيضاء اللي زدت عليها حتى هي زيت النباتيه. من بعد غادي نعمر داك السيليكون ديالي كله كيف ما كتلاحظوا معايا، يعني راه معلقه صغيره كتكون كافيه لان هاد المول راه غير صغير ماشي كبير بزاف. هاد المربعات يعني ماشي كبارين كيف قلت لكم، يعني كل مول وشحال كيهز ديال الشوكولا، كاين اللي كيكون صغير كاين اللي كيكون كبير. صافي كيف ما كتلاحظوا ها هو الشكل اللي درناه بالشوكولا السوداء كيفاش خرج، راه كيجي زوين. صافي هنايا غادي نبدا كنلصقو على الصابلي ديالي. كيف ما كتلاحظوا الصابلي راه ما كيديفورما ما حتى شي حاجه، يعني غير جربوه راه ما تندموش عليه نهائيا. صافي خديت هنايا شويه ديال الشوكولا وغادي نلصق داك الاخر مع، غادي نلصقوه بالشوكولا، يعني ما بغيتش نلصقوه هنا بالتعليكه. بالنسبه لهاد الشكل المربع غادي ناخذ ديك التعليكه اللي ما كنتش ضفت ليها حتى شي نكهه. صافي غادي نبدا كنسرح عليه هكذا بالموس. كنسرح عليه ديك التعليكه كيف ما كتلاحظوا، كنلصق في الجنب ديك الشوكولا اللي صاوبت معكم. صافي وغادي نديرو هكذا كاوكاو كونكاسي اللي انا صاوباه صراحه غير في الدار. يمكن لكم انكم تشريوه راه كيتباع واجد، كان عندك الهاشوار فيمكن لك انك تصاوبيه في الدار. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا انا ساليت داك الشكل. شوف داك المربعات فانا راه زدت له شويه ديال الكاوكاو اللي درت عليه النكهه ديال البيستاش، شويه ديال الجليكوز
وهكذا سخنتهم مع شويه ديال الناباج ودرتهم هكا، كنت كنهز شويه بالمعلقه وكنحط في داك المربع. صافي هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا هاد الشكل اللي درتو بالفلون ديال الكراميل. خديت شويه الشوكولا، ديك الشوكولا السوداء، زدت ليها عليها شويه الزيت النباتيه، زدت عليها هكذا اللوز اللي محمر كونكاسي ودرتو على هاد الشكل. راه كيجي زوين، كيجي راقي صراحه، غير جربوه. ندوزو هنايا لهاد الشكل اللي خدمت بالناطا. فانا خديت شويه الشوكولا بيضاء فكندير لها هكذا في الجنب، كندير غير الجنب ديالو كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. حتى كنديروا هكذا كنديروا 4 الحبات 5 الحبات، عاد كنرجعوا كنكملوا التزيين ديالهم. لان هنايا باش الشوكولا ما كتنشف غير شويه، حنا محتاجينهاش انها تيبس، محتاجينها غير تنشف واحد شويه وصافي. صافي غادي ناخذ هنايا الورق ديال الذهب، يعني ورق الذهب راه كيتباع حتى هو، يعني كيتباع حتى هو بالعبار، يمكن لك تاخديه غير 5 دراهم. صافي وغادي نحدد به داك الخط اللي ما بين الصابلي اللي ناشف والشوكولا. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا فراه كيجي زوين، هاد الشكل راقي في المنظر ديالو. كيف ما كتلاحظوا كنبقى هكذا حتى كنسالي الكميه ديالي كلها. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نبقى حتى كنسالي الكميه ديالي كلها. وها هما الشكيلات واللي ما دايرش ابوني خلي لي واحد ابوني. وشكرا لكم بزاف، نتلاقاو في الوصفه القادمه ان شاء الله.